باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كان من عادات ولائم الملوك زمان إن كان يقدم فيها الخمر، وكان الملك علشان يعلن صداقته المميزة لإنسان ما كان يأخذ كأس هذا الإنسان ويصب له من كأسه، يعني ياخد كأسه هو اللي مليان خمر ويعطي قليلا في كأس فاضية ويقدمه الإنسان بإيده. ودي كانت نوع من أنواع الإعلان إن هذا الإنسان قريب من الملك، أو هي نوع من أنواع العهد، زي ما بنقول إحنا كده أكلنا عيش وملح مع بعض، أو هو شرب من كاس الملك. وما كانش أي حد الحقيقة يشرب من كاس الملك. ودي الدلالة اللي بيستخدمها داود في المزمور لما بيقول كأسك روتني بقوة، يعني انت اديتني من كاسك انت، فالحقيقة ارتويت بصورة مش ممكن اي مية تانية في العالم او اي سائل تاني في العالم يرويني بيها. طبعا الكلام ده رمزي لان بيرمز لحاجة حلوة قوي كلنا مستمتعين بيها، كأس البركة وكأس الحياة اللي قدمه لنا المسيح من خلال دمه الأقدس في كل قداس احنا بنحضره. ده بيديني قوة وبيديني ارتواء، لدرجة افتكر قصة في اعتقد بستان الرهبان بتقول كده ان في احد الاباء بعد ما كان يخرج من الكنيسة ويلاقي حد من الاباء بيتكلم مع حد تاني يفرقهم، يقول له يلا يلا كل واحد على قليته. ليه؟ لأن كان في تقليد جميل إن الإنسان بعد ما هو أخد الارتواء من خلال القداس ومن خلال دم المسيح ما يبقاش عاوز يكلم حد ولا ينشغل بحد ولا يعمل أي حاجة غير إن يكن مع نفسه يشكر ربنا على هذه النعمة اللي ارتوى بيها. طبعا يمكن العصر الحالي ما بقاش يسمح لنا بالبركة دي، بنخرج من القداس على الخدمة، أو بنخرج من القداس حتى الكاهن على الاعترافات، أو يخرجوا من القداس على أشغالهم الناس يعني. فالحقيقة دي خلت إحساسنا بسر أفخارستية يقل شوية. لكن لو أنت عندك يوم راحة واتناولت فيه، جرب إنك أنت تكن شوية في حالة من حالات الهدوء وحالة من حالات الفرح، وفكر في كلمة كأسك روتني بقوة. كلنا مرتويين يا رب بدمك، وكلنا فرحانين يا رب بسر خلاصك اللي اديتهولنا، وكل مرة بناخده نقول إنه يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. صباح الخير.